تخيل معايا ان يومك بيتعاد كل يوم ومفيش اي حاجة جديدة. هو مؤخرا كلنا كده، بس الفكرة ان في اخر اليوم بتموت، او لا صح يعني في اخر اليوم بتتقتل، بس بتصحى تاني يوم علشان تعيد نفس اليوم والساعة شغالة على كده. هو ده فيلمنا النهاردة، وياريت تكملوا الفيديو لحد الاخر علشان نهاية الفيلم جامدة ومش متوقعة بصراحة. ودلوقتي يلا ننزل بالانترو. فيلمنا بيبدأ بتري وهي بتصحى من النوم في السكن الجامعي، وتحديدا في أوضة كارتر اللي كان نايم على السرير التاني ساعتها. وبتصحى في يوم الاثنين 18 سبتمبر يوم عيد ميلادها، وكارتر بيقول لها انه جابها هنا علشان امبارح كانت سكرانة وما كانش يعرف هي ساكنة فين، والموبايل بتاعها بيرن بنغمة مخصوصة لعيد ميلادها. ولما بتقف بيحاول يعرفها نفسه، فتري بتسأله عن دواء معين كده بتاخده علشان يمنع آثار السمالة، السكر يعني، أو آثار الكحول. وكارتر بيجيب لها الدواء، وبيدخل عليهم صاحب كارتر وبيسأله على حاجة كده، فتري بتمشي. ولما بتنزل الشارع بتلاقي مجموعة من الناس قاعدة وبتتغرق وهم قاعدين، وواحد تاني أغمى عليه، بس تري مش بتهتم وبتمشي. ولما تري بتدخل البيت بتقف تتكلم مع أختها شوية. أختها بتقول لها إن في غدا عائلي النهاردة بسبب إن النهاردة عيد ميلادها. وبعد كده تري بتطلع الأوضة بتاعتها، وبتكون معاها في الأوضة زميلتها في السكن لوري، وهم قاعدين بيتكلموا. تري بتفتكر إنها اتأخرت على المحاضرة فبتقوم تمشي، بس لوري بتديلها كيكة علشان تحتفل بعيد ميلادها، وتري بترميها في الزبالة. ولما لوري بتسألها ليه كده هتلاقيها مليانة كربوهيدرات ومش هينفع تاكلها. وبتروح تري على المحاضرة، وبعد المحاضرة بتطلع تقعد مع أختها وأصحابهم ويكونوا بيتكلموا مع بعض، وتري قاعدة بيتكب عليها عصير. ولما بتقف بتلاقي كارتر واقف وراها، وكارتر بيديها صورة كده كانت ناسيها عنده، وبعد كده بيسيبها ويمشي. وبعد كده تري بتروح المستشفى علشان تقابل الدكتور اللي بيدرس لها، وبتلاقي ان في المستشفى امن ومريض تحت المراقبة. وبالليل وتري قاعدة في الأوضة بتاعتها بتدخل عليها أختها وبيتكلموا شوية، وهما بيتكلموا النور بيفصل وبيرجع يشتغل تاني. وبعد كده أخت تري اللي هي اسمها دانيال قالت لتري ما تتأخريش عن الحفلة النهاردة، وسابتها ومشيت. وبالليل وتري راح على الحفلة بتلاقي مجموعة شباب ماشية، ومن ضمن الشباب دي واحد لابس قناع غريب، بس هي ما اهتمتش وكملت ماشي. ولما تري وصلت لنفق لقت على الارض صندوق موسيقى والموسيقى شغاله، فافتكرت ان في حد من اصحابها عامل فيها مقلب بمناسبه عيد ميلادها، بس بتسمع صوت جاي من وراها. ولما بتلف بتلاقي المقنع. تفضل تري تتكلم وهو مش بيرد عليها خالص لحد ما بتخاف منه، فبتقول له انها هترن على الشرطه لو ما مشيش دلوقتي. وبعدها فعلا المقنع بيمشي. ولما المقنع بيمشي تري كمان بتمشي، بس قبل ما تطلع من النفق بتسمع صوت الموسيقى اشتغل تاني. وبعدها المقنع بيهجم عليها وبيحاول يضربها بالسكينه، بس تري بتهرب منه ولكن بيلحقها وبيقتلها. وتاني يوم تري بتلاقي نفسها بتصحى من النوم في الأوضة بتاعت كارتر. كارتر بيقول نفس الكلام اللي قاله امبارح، وحتى الموبايل بيرن بنفس الرنة وبيكون برضه نفس اليوم. فبتطلب منه البرشام اللي بيشيل اثار الكحول، وكارتر بيدور عليه. تري بتقول له على مكان البرشام لانها شافته قبل كده، فكارتر بيستغرب وبيقول لها ولا كاني كنت هنا قبل كده. وتري بتكون واقفه مستغربه مش عارفه هي كانت بتحلم ولا ايه اللي بيحصل لها. وبتلاقي ان صاحب كارتر دخل عليهم وقال نفس الكلام اللي قاله قبل كده، فبتستغرب اكتر وبتنزل على الشارع. ولما بتنزل بتلاقي كل حاجه بتتكرر تاني حرفيا. ولما تري بتوصل للبيت بتلاقي اختها بتقول لها نفس الكلام اللي قالته قبل كده، فتري بترد عليها وبتقول لها ان كل حاجه عماله تتكرر معاها ومش فاهمه ايه ده. فاختها قالت لها يمكن ده تاثير الكحول الكتير علشان تري شربت امبارح كتير يعني وكده. بعد كده تري بتسيب اختها وتطلع. ولما بتدخل الاوضه بتلاقي لوري صاحبتها في نفس المكان، وكمان بتقول نفس الكلام اللي قالته قبل كده، وكمان عطتها نفس الكيكه. بس تري سابت الكيكه ومشيت علشان متاخره على المحاضره. وبعد المحاضره بتقعد مع اختها واصحابهم، وبعد شويه العصير بتكب عليها برضه، وبتلاقي ان كارتر كمان واقف وراها، بس المره دي بيعتذر لها ويمشي. ولكن تري هي اللي بتروح له وتقول له هات الاسوره، فكارتر بيستغرب وبيديها الاسوره ويمشي. وتري قاعده بالليل في اوضتها بتلاقي اختها دخلت عليها وحصل بينهم نفس الحوار، وبرضه النور فصل واشتغل تاني في نفس الوقت. واختها قالت لها ما تتاخريش على الحفله وسابتها ومشيت. ولما تري بتكون رايحه الحفله بتشوف نفس شله الشباب وكمان معاهم نفس الشخص، وبتسيبهم وتمشي. ولما بتكون داخله النفق بتلاقي صندوق الموسيقى والموسيقى شغاله بنفس الاغنيه، فبتقرر انها مش هتمشي في النفق ده وتروح من طريق تاني. واخيرا تري بتوصل للبيت اللي فيه الحفله، ولما بتخبط على الباب بتلاقي المقنع جوه، فبتضربه، ولكن بتعرف ان ده جزء من الحفله وان ده مش المقنع اللي قتلها ولا حاجه. ولما بتدخل الحفله بتتعرف على الشاب اللي كان لابس القناع، وبيتمشوا مع بعض في البيت. فالمقنع الاصلي بيقتل صاحب تري وبعدها بيقتل تري. وبتصحى تري في اوضه السكن الجامعي عند كارتر في الاوضه، بس المره دي مش مستغربه، لا دي متوتره وبتحاول تفهم ايه اللي بيحصل. كل حاجه بتتكرر معاها تاني، نفس حوارات كارتر ونفس الميه اللي بتغرق الناس في الجنينه. ولما روحت البيت قالت لصاحبتها لوري انها عاشت اليوم ده مرتين قبل كده. ولما لوري ما صدقتش كلامها تري قالت لها على اللي هيحصل، وقالت لها ان لوري دلوقتي هتديها كيكه علشان عيد ميلادها، وان في حفله بالليل هم عاملينها مفاجاه ليها. فلوري افتكرت ان واحده من اصحابها قالت لتري على الكلام ده، ولكن تري فضلت تقول لها ان هي عارفه الكلام ده علشان عاشت اليوم ده مرتين لحد دلوقتي. وبعدين قالت لها ان في حد هيقتلها النهارده. طبعا لوري ما صدقتش الكلام المجنون ده، واقترحت عليها انها تقعد في البيت النهارده
النهارده وتريح دماغها. وفعلا تري فضلت في البيت وقفلت المكان كله كويس، وهي قاعده لوحدها اختها ندمت عليها من بره وسالتها نفس الاسئله. كانت تري باصه في الساعه لما النور فصل ورجع يشتغل تاني، وعرفت ان النور بيعمل كده على الساعه 9:23. ولما دانيال اللي هي اخت تري مشت، تري فضلت في الاوضه وهي بتقلب لقت رساله وفيها القناع بتاع القاتل ومكتوب فيها استمتع بيومك علشان مفيش يوم بكره. وبعد كده لقت خبر بيتعرض على التلفزيون بيتكلم عن حادثه حصل فيها اطلاق نار ما بين الشرطه ومجرم، بس التلفزيون فصل قبل ما الخبر يكمل. وهي واقفه بتتابع الخبر القاتل ظهر لها في الاوضه، بس تري ضربته وطلعت تجري، بس ما لحقتش تطلع من الاوضه والقاتل وصل لها وقتلها. وكالعاده تري بتصحى في اوضه كارتر وكل حاجه بتتكرر تاني، اللي بيحصل في الاوضه واللي بيحصل في الشارع كلهم بيعيدوا نفس اللي حصل. بس وهي واقفه جالها كارتر علشان كانت ناسيه الحاجات بتاعتها، وبعدين راحوا قعدوا في كافيه علشان تري تحكي لكارتر على اللي بيحصل لها. وكارتر اقترح على تري انها تروح تصالح الناس اللي ممكن يكونوا شايلين منها وعايزين يقتلوها. وفعلا تري اقتنعت بالفكره وعملت قائمه بالناس اللي ممكن يكونوا عايزين يقتلوها، وراحت لاول شخص، بس المقنع جه قتلها والشخص ده كان واقف بعيد اصلا. واكتشفت ان كل الناس اللي حطتهم في قائمتها مش هم اللي عايزين يقتلوها، لحد ما في مره بتصحى ولما بتمشي من عند كارتر بيغمى عليها، وبتصحى في المستشفى وبيكون وصل كارتر عشان يطمن عليها، وهم واقفين بيتكلموا النور بيفصل ويشتغل تاني، وبيجي الدكتور بتاع تري وساعتها بيمشي كارتر، والدكتور بيتكلم مع تري على الاشعه اللي هم عملوها، لان الدكتور اكتشف ورم في مخ تري، ربنا يشفي كل مريض ويبعد عنا وعن السامعين يعني. وعلى حسب الاشعه المفروض ان تري تكون ماتت من مده. وبعد كده تري حاولت انها تمشي من المستشفى فالدكتور منعها، ولكن قدرت تهرب منه. ولما دخلت مكتب الدكتور علشان تدور على مفتاح العربيه لقت القناع بتاع القاتل، فتري طلعت من المكتب وكانت في طريقها انها تمشي، بس لقت الدكتور ولكن المقنع جه من وراه وقتله. وهربت تري والقاتل طلع يجري وراها لحد ما دخلوا الباركينج، وتري وصلت لعربيه الدكتور وخدتها وهربت. بس وهي ماشيه على الطريق لقت الشرطه بتوقفها، والشرطه اعتقلتها بسبب ان العربيه كانت سريعه. ولما الضابط حطها في العربيه جت عربيه تانية وشالته من مكانه خالص، وطلع اللي في العربيه دي القاتل ونزل وفجر العربيه اللي فيها تري. وكالعاده تري صحت من النوم ونزلت تتمشى مع كارتر، وكارتر بيحاول يفهم منها في ايه. ولما قالت له انها بتعيش اليوم هو بقالها فتره، كارتر مصدقش الكلام ده، فقالت له على اللي هيحصل في الشارع لانها شافته كتير. كارتر استغرب، وبعد كده راحوا ياكلوا مع بعض في مطعم. هما في المطعم شافت خبر على التلفزيون بيتكلم عن قاتل متهم بقتل 6 بنات، والقاتل ده حاليا في المستشفى بعد تبادل اطلاق نار مع الشرطه. فتري فهمت ان ممكن يكون هو ده القاتل اللي عايز يقتلها، وسابت كارتر وطلعت تجري على المستشفى، وخدت الفاس ودخلت على اوضه القاتل ولقت الامن ميت هناك. وبعد كده القاتل ضرب عليها نار ولكن طلعت تجري. ولما القاتل وصل لها وكان هيقتلها جه كارتر ودافع عنها، ولكن المقنع قتله. وبعد كده تري طلعت تجري وعملت له كمين وكانت هتقتله، بس افتكرت انها لو قتلته اعاده اليوم دي هتخلص وبعد كده مش هيكون موجود كارتر في الحياه اصلا، هو مالوش ذنب، فسابته من غير ما تقتله وطلعت تنتحر. وصحت في اوضه كارتر بس المره دي معاها خطه. ولما راحت على الاوضه بتاعتها لقت لوري، فتري اعتذرت من لوري انها دايما بتعاملها بطريقه مش حلوه وطلبت منها انها تسامحها. وبعد كده نزلت على الجامعه وقابلت اختها واصحابها، ولما جالها تري علشان يديها الاسوره قالت له هتبقى تقابله بالليل علشان يحتفلوا بعيد ميلادها مع بعض. وبالليل تري بتكون استعدت ورايحه المستشفى، ولما وصلت منعت الامن بالعنف انه يدخل الاوضه بتاعه القاتل عشان لو دخل هيموت، وخدت منه السلاح وقالت له روح بلغ الشرطه. ودخلت اوضه القاتل ولكن القاتل هجم عليها وكان خلاص هيقتلها، ولكن تري استغلت لحظه فصل النور ووقفت وراه وبعد كده ضربته بالنار والراجل مات. وبالليل بتحتفل هي وكارتر بعيد ميلادها وبياكلوا الكيكه بتاعه لوري سوا. بس تاني يوم تري بتصحى في اوضه كارتر في يوم 18 سبتمبر، هو يوم عيد ميلادها، وكل الاحداث بتتكرر تاني وبتكون مش فاهمه المشكله فين لانها خلاص قتلت الراجل اللي قتلها. وطلعت تجري وراحت على اوضتها وكانت بتلم الشنطه بتاعتها علشان هتمشي من المكان كله لانها زهقت. ووقتها لوري بتديها الكيكه علشان عيد ميلادها، بس تري بتقول لها ما خلاص بقى ما انا اكلتها امبارح يعني. وساعتها فهمت تري انها ماتت امبارح وهي نايمه علشان الكيكه مسمومه، والفتره اللي فاتت دي كلها كانت بتتقتل عشان ما كانتش بتاكل الكيكه. وكمان تري فهمت انها الايام اللي فاتت دي لما ما كانتش بتاكل الكيكه كانت لوري بتستغل القاتل لان القاتل ده مريضها في المستشفى فممكن تخليه يهرب في اي وقت. وساعتها لما لوري تلبس القناع وتقتل تري كل الناس هتربط ما بين الجريمه والقاتل اللي هرب، ومحدش هيتهم لوري بانها هي اللي قتلت تري. ولما واجهت لوري بالموضوع ده لوري قالت لها بطلي هبل، فتري طلبت منها انها تاكل الكيكه فلوري رفضت. فتري قالت لها خلاص انا هاخدها للشرطه والشرطه تحللها. فلوري مسكت تري وابتدت تضربها وابتدت تحكي لها هي ليه بتقتلها وعايزه تقتلها كمان، وسبب ان هي كانت عايزه تقتلها علشان تري كانت مرتبطه بالشخص اللي لوري بتحبه. وكمان من ضمن الاسباب دي ان تري اساسا بتعامل لوري وحش. وابتدت لوري تهجم على تري، بس تري حطت الكيكه في بق لوري بالعافيه وبعد كده رمت لوري من الشباك. وبعد ما الشرطه وصلت ولمت الموضوع تري تاني يوم صحيت في اوضه كارتر على نفس رنه الموبايل، بس اليوم كان 19 سبتمبر واخيرا يوم 18 خلص.
وبس على كده، ده اللي كان معانا النهارده. وما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وتشترك في القناه، ويا ريت تعمل شير للفيديو وتتفرج على الملخصين دول.